السلام عليكم، مرحبا بكم من جديد في قناتي شيوات ميري. معكم مريم. اليوم ان شاء الله غادي نقترح عليكم ثلاثه ديال الانواع ولا ثلاثه الاصناف من الخضر المشرمله. غادي نحتاجوا في هذا الخضر. عندي هنا بطاطس وعندي خيزو وعندي اللوبيا الخضراء كيف ما كتشوفوا. خديت هذا الخضر هادو كلهم، فورتهم، عملتهم يتفوروا، حيت من الاحسن انهم يتفوروا باش ملي كنسلقوهم كياخذوا لنا بزاف الماء وكتجي طريقه ماشي صحيه. هكا في التفوار كيجيو طريقه صحيه. اذا في المقادير اللي غادي نحتاجو معاهم عندنا شويه ديال زيت البلديه، شويه ديال القزبر والمعدنوس اللي كنكونوا هكا قطعناهم، عندنا الملحه، عندنا البزار، عندنا الخرقوم، عندنا التحميره وعندنا الثومه وعندنا سكينجبير وعندنا العصير ديال الحامض. اذا انتقلوا دابا للطريقه ديال التحضير، ومن بعد غادي تشوفوا معايا كل نوع وشحال غادي ندير ليه ديال التوابل. اذا دابا اول حاجه غادي ناخذ المقله. اذا كيف ما كتشوفوا معايا كناخذ زيت البلديه تقريبا واحد 3 المعالق كبار، كنضيف عليهم واحد راس ديال واحد الفص ديال الثومه، واحد الرويس هكذا تقريبا. ثم كنخلي هذا الزيت وهاد الثومه حتى كيطلقوا مزيان وكتطلق هذيك الطيبه ديال الثومه. عاد من بعد كنضيفوا المكونات الاخرين. اذا وكنزيد عليهم هذا الربيع كيف ما كتشوفوا. كنزل هاد الخيزو ديالي، كنبدا نزيد في التوابل. كيف قلنا عندنا شويه ديال الخرقوم، غادي ندير انا تقريبا واحد معلقه صغيره ديال الخرقوم، ما كاملاش. نديرو نفس الشيء بالنسبه للتحميره. والتوابل كيف قلت لكم على حساب القياس ديال الخيزو اللي درتيه. نتوما راه غادي تعرفوا القياس ديالكم، كل واحد وقياسه. شويه ديال سكينجبير والملحه ما ننساهاش، وشويه ديال البزار، وكما قلنا الربيع راه درناه صافي. وكنخلي هذا الشيء حتى كيتشرمل لنا مزيان، وانا كنحرك بشي معلقه ديال الخشب. عاد من بعد في الاخير كنزيد واحد شويه ديال الحامض، باش داك الحامض هو اللي كيهرس لينا داك الطعم ديال الخيزو اللي تيكون حلو. كنحاولوا نحركوه هكا غير بشوي باش ما نبجغوش هذاك الخيزو. هكذا كيف كتشوفوا وانا ناقصه البوطه، دايره البوطه مهيله باش ما يتحرقش لينا. كيف ما كتشوفوا معايا دابا فاش كيوجد لينا هذا الخيزو، ها هو التشرمل كيف ما كتشوفوا راه هو نشف وخدا لينا ديك الطيبه ديال التوابل. كنضيف ليه دابا شويه ديال الحامض. قلنا الحامض كنديروه غير باش نهرسوا ديك الطيبه اللي كتكون ديال الحلاوه ديال الخيزو، غير واحد شويه، تقريبا واحد المعلقه كبيره صافي. وكنحرك شويه هكا وكنطفي عليه البوطه. بالنسبه للوبيا كندير زيت البلديه كما قلت لكم. كل وحده غادي دير قياسها، يعني شحال عندها ديال اللوبيا. كنضيف الثومه هكذا، كنخلي شويه هاد الثومه حتى كتطلق ليا في هاد الزيت البلديه، واحد شويه كيف ما درنا الخيزو. ثم كنضيف عليهم الربيع، ونضيفوا اللوبيا اللي عندي. كنضيف شويه ديال السكينجبير، كنضيف شويه ديال الملحه. اذا كنضيف كما قلنا التحميره، وشويه ديال البزار، شويه ديال الخرقوم. ثم كنشحر هادشي كامل، كنخليه حتى ياخذ لينا مزيان هاد التوابل، وكنعاودو نرجعو. شوفوا معايا ها اللوبيا ديالنا راه واجده. الا بغيتو تزيدوا هكا واحد المغيزه ديال الحامض تقدروا تزيدوها، كل واحد على حسب الذوق ديالو. انا كنخليها غير هكذا. ثم غادي نديرها دابا في التبصيل ديال التقديم وندوزو باش نحضروا البطاطا. اذا بنفس العمليه كندير زيت البلديه، كنضيف عليها الثومه
دابا بالنسبه للبطاطا، ثم كنخليها حتى كتطلق لينا ديك الثومه في ديك الزيت. مباشره كنزيد هكا الربيع، كنزيدو هذيك البطاطا اللي عندنا، نزيدو مليحه، شويه ديال الخرقوم، شويه ديال البزار. بالنسبه للحار اللي كيبغي الحار اللي يديروا الحار، انا غير عندي واحد البنيته صغيره ما كتاكلش الحار، اما هما في الاساس راه كيجيو هكا شويه حارين. كندير الخرقوم وشويه ديال السكينجبير، غير واحد شويه صافي. وكنخلي عاوتاني هادشي كنقلبو مزيان حتى ياخذ لينا هذيك الطيبه ديال التوابل مع داك الربيع والثومه والزيت مزيان. اذا كيف ما كتشوفوا معايا ها هي واجده. دابا غادي نزولها من هنا وغادي نحطها في طبق التقديم. وما تنساوش ما ديروش الكمون، انا راني نسيتو ما قدمتوش مع المقادير، ديروا حتى هو مع التوابل. ما تنساوش ديروا واحد شويه ديال الكمون في كل حاجه، في البطاطا وفي خيزو وفي اللوبيا. اذا كيف ما كتشوفوا معايا هادو هما المقبلات اللي درنا اليوم، درنا لهم هكا الشرموله اللي شرملناهم، كنقدموهم هكذا كيف ما كتشوفوا في هاد الطويجنات. وتقدروا انكم تزينوا طبق هكا شويه ديال الربيع الا بغيتو، وتقدموهم بالصحه والراحه. نتمنى الحلقه ديال اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم، تكونوا استمتعتوا معايا كالعاده، ونتلاقاو ان شاء الله في عمل جديد. ما تنساوش دائما لايك للفيديو، تشتركوا معي في القناه باش توصلوا دائما جديد الاطباق وجديد الوصفات اللي كنقدم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.